معاشر الإخوة الأعزاء، الله سبحانه وتعالى كينادينا في سورة قاف وكيقول عز من قائل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إخوتي الكرام، الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كنت في غفلة من هذا. نعم، في الأول قال الإنسان والآن قال له لقد كنت في غفلة من هذا. احنا كنا في غفلة، المؤمن وغير المؤمن، وهذا هو اللي وضحه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الناس نيام وإذا ماتوا استيقظوا. الناس نيام، احنا حالين عينينا وفايقين ولكن كنا ناعسين. علاش؟ لأننا أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأننا كنعيش في الغفلة. ناس نيام، هو حال عينه، هو كيسمع بودنه ولكن عايش وهو في غفلة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى المؤمن يوم القيامة كيوجد نفسه في غفلة. ملي كيلقى كلمة سبحان الله يوم القيامة كتجيبها الملائكة كجبل أحد، الأجر ديالها عظيم. هذه الكلمة اللي احنا كتبان لنا بسيطة، إنسان كيكون مريح تيقول لا إله إلا الله ولا يقول سبحان الله، هي يوم القيامة كتوزن جبل أحد. كيتحسر المؤمن هذا اللي غيدخل الجنة، كيتحسر وكيقول ليتني كثرت منها. كل صحاب اللي كتوزن هذه القيمة ما نضيعش أوقات ديال الفراغ. كنا نجمعوا على البرار ديال تاي ونجمعوا على الهضرة الفارغة ونجمعوا على الكلام اللي غادي يكون يوم القيامة حسرة علينا. كيقول كون زدت من هذه الكلمة لكنت من الفائزين. الناس نيام وإذا ماتوا استيقظوا. وقال لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إلى متنا ودخلنا القبور ديالنا عاد كنفيقوا فيقة الحقيقية، عاد الإنسان كيراجع الحساب ديال نفسه، لأن في الدنيا كان مشغول، في الدنيا كان جري عليا جري عليك، الدنيا ما كانش قناعة. ولهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لنا في الحديث الآخر: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لأحب أن يكون له ثلاث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم كيقول بأن الإنسان ابن آدم لو عنده واد من الذهب ما يكرهش يكون عنده جوج، ولا عنده جوج ويدان ديال الذهب ما يكرهش يكون عنده ثلاثة، يعني ما يقنعش. والجوف ديال ابن آدم ما يعمره إلا التراب. طيب احنا دائما في طلب الزيادة، وهذه الدنيا حكم عليها الله سبحانه وتعالى في الآية فقال: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. الدنيا في هذه الآية قسمها الله تعالى خمسة: خمس لعب، وخمس ديال الدنيا له، وخمس ديال الدنيا زينة، والخمس الرابع تكاثر، والخمس الخامس فهو تفاخر في الأموال والأولاد. كنتفاخروا على بعضياتنا بكثرة الأموال وكثرة الأولاد. والله سبحانه وتعالى قال: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. أش الهانا؟ إنما الحياة الدنيا لعب وله. أش الهانا؟ ألهاتنا التكاثر في الأموال والأولاد. طيب الله سبحانه وتعالى يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وفي الآية الأخرى يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. المادة واحدة، هم المال والأولاد. المال والأولاد دارهم الله تعالى البعضين زينة، وبعضين دارهم الله تعالى الأموال والأولاد فتنة. هما فتنة لمن وزينة لمن. هذا هو المحور اللي غادي يدور عليه الدرس ديالنا إن شاء الله. طيب المال فتنة لمن؟ الإنسان اللي يكسب المال من حرام، الإنسان اللي قال لك سيدي اعطيني الحلال والحرام، جيب يا سيدي الحرام لقيناه جيبوا لينا، تمشي عند ربي يقطع منين ما بغى، وهذا كلام الجهال. المال فتنة لمن؟ لهذاك الإنسان اللي كينوض من 4 الصباح هو كيجري،
إلا لقت في المال من حلال وحرام حتى 12 ديال الليل. ما هو الصلاة في وقتها؟ ما هو استغفر الله سبحانه وتعالى؟ ما هو انظر نفسه قال فينا أنا مثله كمثل البهيمة. سولوا كيدير السي فلان ويقول لك احنا عايشين تنموتوا، احنا نضربوا مع الوقت. هذا زمان الفتن، هذا زمان المادة والأموال. الناس ما بقاش كتسوق السوق ديال الآخرة. ما بقاش شي واحد اللي يولي يصبح الصباح ويقول لك اودي اش درت مع الله تعالى. ما بقاش شي واحد اللي يولي يقول لك سلعة الله ولات غالية والجنة ولات صعيبة هذا الوقت. ما تلقى اللي يقول لك الصباح اسيدي بطاطا تزادت كانت ب40، اليوم السوق ولات ب50 ريال. اللحم كان ب700 ولا ب800. كان تسوقوا اخبارات ديال الدنيا كلها. كاميو تقلب في تادله، طياره طاحت بلاد الفلانيه، ولكن اخبار الاخره ما عندنا بها شغل. هذا المال كيكون فتنه اللي عمر القلب ديالو بالمال سد، كما قال الله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وشنا وران؟ هو النقطه السوداء، هي الذنوب. الانسان ملي كيشتغل بالمال والدنيا القلب ديالو كيعمر وكيتسد، ما يبقاش يقضي فيه القران الكريم، كيولي الحجر ديالو صم. ولهذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الشح. الشح هو البخل، فإنه قد هلك من كان قبلكم وحملهم على سفك دمائهم. اليهود لعنهم الله من يحبوا الدنيا ودخلت القلوب ديالهم والمال دخل القلب ديالهم، ولاو كيقتلوا بعضياتهم على ذاك الريال الصغير. ملي ولاو يقتلوا بعضياتهم على المال اش دارهم الله تعالى؟ قصح القلوب ديالهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى كيقول على لسان اليهود انهم قالوا النبي ديالهم قالوا بل قلوبنا غلف، مغلفه. باش تغلفت؟ بالماده والمال، مشاو مع الدنيا. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. والنبي صلى الله عليه وسلم كيتكلم عن الامه ديالو كيقول لنا ما نخافش عليكم من الفقر. هذه الامه ما عمرها تشكي الفقر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مناش خاف. قال اني لا اخشى على امه الفقر ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها فتهلككم كما هلكت من كان قبلكم. خفت عليكم من الدنيا لا تزيان لكم وتحلى لكم ويعززوا عليكم الفلوس وتجروا مورا الدنيا وتنافسوا عليها، وفي الآخر تهلككم جميعا كما هلكت الأمم القديمة. ما تبقاوش تفرزوا بالحلال وبالحرام. المال فتنة. لما الإنسان اللي صرفه فيما حرم الله، الإنسان اللي ما صرفوش في الطريق ديالو، صرفوا في الفساد وصرفوا في الشراب وصرفوا يعني في جميع المعاصي. والإنسان اللي كيصرف فلوسه في المعاصي كيتسمى هذا إسراف، والمسرف هو خو الشيطان. لأن الله تعالى قال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. نسأل الله العافية. طيب الأولاد فتنة لمن؟ الإنسان اللي ما رباهمش على طاعة الله. الإنسان اللي ما نقاش نفسه هو الأول. زادوا الأولاد كبروا لقاوك سكيري خرجوا سكيرية، لقاوك تكمي خرجوا كماية، لقاو باهم ياكل الحرام تما كانوا الحرام. والأولاد اللي كيتغداو بالحرام ما عمر الخير يكون فيهم. 30 عام وانت كتوكلهم الحرام ونهار كيكبروا كتقول السي رفقي ولادي مساخيط معايا. لا، انت كنتي مسخوط معاهم قبل ما يكونوا هما مساخيط معاك. علاش؟ لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لنا حق الولد على الوالد أن يرزقه طيبا وأن يعلمه الكتاب والسباحة. يعني من الحقوق اللي كيتسالوا الأبناء البوات ديالهم باش يعلموهم القرآن الكريم. انت ولادك ما عمرك علمتيهم ولو حرف من القرآن. الحق اللي كيتسالوك الدراري أنك ترزقهم الحلال، انت كتغديهم من الحرام. هاد الدراري اللي كيتغداو من الحرام ما غيخرجش فيهم الخير، كيسخرهم لك الله تعالى فتنة. شوف المقاييس ديال الدنيا ديالنا. احنا الانسان اللي عطاه الله تعالى قوة المال، والانسان اللي عطاه الله سبحانه وتعالى قوة الاولاد، اش كنقولوا؟ ايوا فلان تبارك الله عطاه ربي الاولاد وعطاه الفلوس، زعما راه قضاها. هذا المعيار ديالنا احنا. ولكن معيار النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من احبني واحب سنتي فارزقه العفاف والكفاف. يا ربي اللي حبني وبغى الطريق ديالي
وبغى طريق الله تعالى، يا ربي يعطيه العفاف والكفاف، أحسن عيشة، ما خصوش وما عدوش. اللهم من أبغضني وأبغض السنة، يا ربي اللي ما بغاش طريق الله تعالى يا ربي تكتر ليه المال وتكتر ليه الأولاد. علاش؟ إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إذا سلط عليك الله فتنة الفلوس، أعطاك الله واحد 800 مليون ولا 1 مليار، وأعطاك الله تعالى واحد 12 ولد ولا 13، عول بها أنك غتعيش في الفتنة. جوج ديال الفتن ما عمرك تنجى منهم. هي فتنة وحدة ما نقدوش عليها. إلا عندك غير فتنة الأولاد ما حاج تزططها، إلا عندك فتنة المال ما حاج قد عليها. كيفاش يجمع لك الله تعالى جوج الفتن؟ وهذه الفتن هي اللي عبر عليها الله تعالى في آية أخرى وقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. من أعرض عن ذكري، وذكر الله تعالى في جميع الأبواب. اللي عرض على الصلاة، عرض على الصيام، ما زكاش المال ديالو، ما بغاش يحج، ما مساليش للحج، ما وقفش على الحدود ديال الله تعالى، أعرض عن ذكري، اش كيدير لي الله تعالى؟ فإن له معيشة ضنكا. معيشة نحسة. إنسان كنشوفوا لاباس عليه كنقولوا هو تبارك الله فلان عنده، ولكن الله تعالى دار لي معيشة ضنكا. يبات يحسب، يضل يجري من مشروع لمشروع، من لوزين لوزين، من تجارة لتجارة، ما يحكش راسه، ما ياكلش في خاطره، ما يلقاش الراحة. ملي كيجي للدار كيلقى ولادو. الفتنة الثانية، هذا مشدود في الحبس، هذا شدو كيشرب الشراب، هذا تعدى على بنت فلان، هذا دار، يضل كاع الليل هو يجري في المحاكم، النهار هو في الدنيا يجري ما يعقل، وفي الليل راه في المشاكل ديال ولادو. جوج الفتن سلطهم عليه الله تعالى. معيشة ضنكا، هذه في الدنيا. علاش؟ لأنه بغى الدنيا، نسى الله سبحانه وتعالى، نسى أن الحق قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المؤذن كيقول الله أكبر، هو كيقول الدرهم أكبر، ما عنده غير بالصلاة، خاصو المال. هذا المال اللي قاع كنجريو عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كيقول لنا أن يوم القيامة لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن 5. اسمع، أنا ما كندويش معكم دابا، أنا كندوي مع راسي. أنا غنسول راسي الآن، ولكن كل يسول راسه. عرفوا بأن رجليكم ما غاديش تحيد من قدام الله تعالى حتى يسولكم على 5 الأمور. أحسن تلقى لها الجواب هنا أحسن من يوم القيامة. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. سول راسك هنا. الأولى غادي يسولك عليه الله تعالى عن شبابه فيما أبلاه. أول سؤال يسولك الله تعالى: الشباب ديالك فين بليتيه؟ بليتيه في السكرة، بليتيه في الفساد، بليتيه في طلب الدنيا وطلب الحرام، ولا بليتيه في قراءة القرآن، ولا بليتيه في الصلاة، ولا بليتيه في العلم؟ فين بليتيه الشباب ديالك؟ السؤال الثاني: وعن عمره فيما أفناه، فين فنيتي العمر ديالك؟ طيب الشباب ضليتي، أرى مر 40 سنة، اش درتي؟ تبتي الله تعالى، رجعتي للطريق، ولا بقيتي غادي على اللعبية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصلاة كيقول لنا: من بلغ 40 سنة ولم يغلب خيره على شره فليجهز نفسه للنار. الرجل لو صار 40 سنة والخير دياله باقي ما غلبش على الشر دياله، قال لي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجمع حويجاته ويجد راسه لجهنم. علاش؟ لأن 40 سنة هي الثلثين ديال العمر دازت، بقى لك 20 سنة إلا كمل الله العمر، اش غدير فيها؟ إلا ما دخلتيش لهاد 20 سنة الأخيرة بالتوبة فوجد راسك إلى جهنم والعياذ بالله. طيب السؤال الثالث: وعن علمه ماذا صنع به؟ يسولك الله على الشباب، على العمر، على العلم. شحال وانا كنتكلم قدامكم وكتسمعوا لي؟ هذا علم. هذا الشيء اللي كنقول حجة عليكم يوم القيامة. الله تعالى غادي يوقف كل واحد منكم وغادي يقول لكم: ودي صيفط لكم واحد السيد في العام فلان فلاني وقال وتكلم. شكون اللي صغى ليه؟ شكون اللي يسمع ذاك الكلام اللي كيقول؟ شكون اللي يعمل به؟ شكون اللي يطبقه؟ هذا علم. ماشي حتى يكون عندك العلم الكثير، لا، غادي يسولك الله تعالى على آية وحده إلا عرفتها. ولهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية وحده إلا فهمتي المعنى ديالها كتولي مسؤول بها إلى يوم القيامة، وما ينفعكش العذر أمام الله تعالى. لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للذي يعلم، ويل للذي يعلم ولا يعمل 7 مرات، وويل للذي لا يعلم مرة. إذا كلا الحالتين عندك الويل. إلا قلتي ما كتعرفش وما سمعتيش
وما عرفتيش دين الله تعالى عندك الويل مرة، ولكن إذا سمعتي مني وعرفتي وما عملتيش عندك الويل يوم القيامة 7 مرات. إذن عن علمه ماذا صنع به. أرى المال وجه فيه الله تعالى 2 الأسئلة: من أين اكتسبه وأين أنفقه؟ كاين الإنسان اللي كيكسب المال من حرام، واكل ديال عباد الله وكذب على هذا وخذ الحق ديال هذا، حتى كيجمع واحد المال كثير عنده 100 مليون 80 مليون كلها من الحرام و20 مليون من الحلال. اش كيقول؟ راه نبني واحد الجامع لوجه الله، ولا راه نوقف مع فلان نصيفطو الحج لوجه الله، ولا راه فلان ما عندوش فين يسكن نشري ليه واحد الدويره لوجه الله. الله تعالى ما كيتقبلش هذاك العمل. علاش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله طيب لا يقبل الا طيبا. واللي كيتصدق بالحرام حل الانسان اللي كيتوضا بالبول، شرف الله مسامعكم، والوضوء بالبول لا يجوز شرعا. الا بغيتي تطهر هذاك المال ماشي دير فعل الخيرات، ماشي تبني به الجامع، لا، رد الحقوق لمواليها، اللي يتسالك شي حاجه ردها ليه. هذاك باب المظالم ما ينفع معاه لا جوامع ولا ديور ولا في سبيل الله. طيب العكس، كاين الانسان اللي كيكسب ماله من حلال وينفقوا في الحرام، كيقول لك هادو فلوسي، انا ما خاون ديال حد، انا كسبتهم بعرق الجبين، انا فلوسي ندير فيهم ما بغيت. لا سيدي، ماشي فلوسك، هذاك المال مال الله. ولهذا الله تعالى كيقول لنا: وأنفقوا مما جعلناكم مستخلفين فيه. انت خليفة، هذاك المال ماشي ديالك، واخا كنقولوا ديالنا، انت خليفة فيه. المال نينجا، إما المال يعني سوانت 100 شقفة ودرهم من الحديد، الحديد ماشي حنا موالين. قال لنا الله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، من عند الله تعالى. الورق 1000 ريال و2000 ريال، هذا ورق نينجا من خيوط، نينجا من شجر. الشجر قال الله تعالى: أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. إذا المواد اللي تخلق منها المال هي من عند الله تعالى، هذا المال نحن خلفاء نخليه الورثة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي وليس لك من مالك إلا 3. كلك يقول فلوسي فلوسي. واحد عنده 200 مليون في البنكة كيفتخر بها، كيقول لك سيدي فلوسي. لا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: ما عندك من هذه الفلوس إلا 3: ما أكلت فأفليت، وما لبست فأبليت، وما صدقت فأبقيت. فلوسي فلوسي؟ لا، فلوسك ما عندك منهم إلا 3 يا ابن آدم، إلا اللي كلتيه في كرشك وصرفتي على الوليدات وعلى الأحباب والضيفان والأقارب وكان لك أجر. طيب، واللي شريتيه جلالب وشريتيه حوايج ولبستيه وبلا ومشى في حاله، واللي صدقتي ووضعتيه في واحد البنك، سميت هذا البنك: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذا الشيء اللي عندك من المال، إلا اللي ادخرتي الآخرة واللي كلتيه وما تبقى فهو للورثة، يفارقك عند الموت ديالك. ولهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيبين لنا في الحديث الآخر اللي كيشرح هذا الحديث، قال: أخلاء بني آدم 3، يعني صحاب ابن آدم عنده 3 صحاب، كل إنسان عنده 3 ديال الصحاب: صديقك إلى الموت، وصديقك إلى القبر، وصديقك إلى يوم القيامة. عندك صاحب حتى الموت كيفارقك، والصاحب الثاني كيمشي معك حتى القبر، والصاحب الثالث كيبقى معك إلى يوم القيامة. أما الصاحب الأول هو مالك، ذاك المال اللي كتعز به وتفتخر به، ذاك المال اللي كان عليك فتنة في الدنيا، نهار كتجيك سكرات الموت والمرض ديال الموت كيفارقك المال، يقول لك وداع الله يعاونك. الصديق الثاني هما الأصهار والأحباب والأقارب، كيمشوا معك حتى القبر، يدفنوك ويرجعوا بحالهم، انتهى العمل ديالهم. ملي كيدفنوك كيقول لك الله تعالى: عبدي في التراب دفنوك وانفضوا عنك وتركوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا أموت. كعيط عليك الله تعالى يقول لك: يا ابن آدم دفنوك ومشاو، وكون بقوا معك كاع ما غاديش ينفعوك، ما بقيت لك إلا أنا سبحانه وأنا الحي الذي لا أموت. طيب، وصديقك صاحبك إلى يوم القيامة هو عملك، إن كان خيرا أو شرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. طيب، أموال وأولاد، قلنا المال فتنة
لمن كسبه من حرام. خامس الأسئلة اللي قلنا الله تعالى كيسولك على يوم القيامة: المال منين كسبتيه وفين انفقتيه؟ كسبتيه من حلال أم من حرام؟ وانفقتيه في طاعة الله أو في معصية الله سبحانه وتعالى. إذن قلنا المال فتنة والأولاد فتنة لمن عبد الدنيا ونسي عبادة الواحد القهار. طيب نمشيو الآية الثانية: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال زينة لمن؟ الإنسان اللي كسبه من حلال، اللي تحرى في الحلال، ما كذبش البيع والشراء دياله، ما زادش القص، ما غش أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس منا. وسبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام دخل إلى أحد الأسواق، لقى واحد رجل حاط خيشة ديال الشعير. صوموا النبي صلى الله عليه وسلم على الشعير وخشى يدو في الشعير. النبي صلى الله عليه وسلم ملي خشى يدو وصل الخنشة وجبد، اش كيلقى الشعير اللي الفوق ناشف والشعير تحتاني فازق. اش هادشي كدير؟ قال لي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ودي هذا النص تحتاني كان معري البارح وصبت الشتا ويفزق، راه شعير واحد، غير هذا صبت عليه الشتا وفزق وهذا ما فزقش. اش قال لي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هلا اخرجته للناس كي يروا. عزل الفاسق بوحده والناس بوحده باش يشوفوه الناس. انت غشيتي، ومن غش فليس منا، يعني الغشاش ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا المال زينة، اللي كسبوا من حلال، اللي قام بالأسباب، اللي ماشي اعطى قلبه كله للدنيا، ما اشتغلش بالدنيا، ماشي الوقت كله اعطاه للدنيا. راه الدنيا ما كتجيش بقوة تجري. راه إلا كتب لك الله تعالى تكون غني تكون غني، كتب لك الله تكون فقير تكون فقير. ولهذا الله تعالى كيقول في الحديث القدسي: إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسدت حاله، وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسدت حاله. الله تعالى كيقول في هذا الحديث: كاين من العباد ديالي اللي ما يصلح لي إلا الفقر، والراحة ديالو في الفقر، وكون غنيته نخرج عليه. وكاين من العباد ديالي اللي كيصلح لي إلا الغنى، خلقه الله تعالى باش يكون غني، وكل فقرته غادي يخرج عليه. هذا ماشي يعني أن الله تعالى كيفضل شيء على شيء، لا. الفقراء فتنة والأغنياء فتنة، الفقر تهو فتنة. شوفك الله تعالى واش تصبر وتحتسب أمرك الله تعالى وتقنع بالقليل ولا لا. حتى الغنى تهو فتنة، واش غادي تأدي حقوق ذاك المال ولا لا. بل الفتنة ديال المال هي أكثر من فتنة الفقر. ولهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم احيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة ديالو كيقول: يا ربي تعيشني مسكين وتوفاني مسكين وتحشرني يوم القيامة في زمرة المساكين. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الفقر. اللهم إني أعوذ بك من الفقر. بغى يكون مسكين وما يكونش فقير. ما معنى هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم بغى يكون مجزي، ما خاصوش وما عدوش. ولهذا جبريل عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام قال: يا محمد، يعني عرض عليه جبل أحد ذهب. قال الله تعالى قال لك: إلا بغيتي جبل أحد ذهب ولكن ينقص لك من المقام ديالك في الجنة، ولا بغيتي تحتسب وتصبر على الفقر، يوم القيامة الله سبحانه وتعالى غادي يعطيك مقام محمود. اش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا جبريل إلا أعطيتني جبل أحد ذهب اش كاين موراه؟ قال: ما بعده الموت. الحمد لله الذي سوانا بالموت، بعده موت. إذن قالوا: ما دام كاين الموت فأنا أريد المقام المحمود في الجنة. داكشي اللي غيعطي لي الله تعالى جبل أحد ذهب يدخروا لي يوم القيامة. وقال: لا أحب أن يكون لي مثل جبل أحد ذهب وأن أموت ويبقى في يدي قراط منه. نتصدق به كله. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحبش يعطيني الله تعالى جبل أحد كله ذهب ونبقى نتصدق به تيبقى لي طريف ديال الذهب والموت، سأسأل عنه يوم القيامة. ولهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مات، والتركة اللي خلى 6 دنانير، 6 دنانير اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم في الدار ديالو. اللي كانوا وشربوا داروا الزرابي وداروا الآتات وداروا الفيلات وصابوا. النبي صلى الله عليه وسلم التركة ديالو كلها اش خلى 6 دنانير. كيدخل عنده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كيشوف الحالة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، هو قاعد على حصيرة والآثار ديال الحصيرة في القدم ديال النبي صلى الله عليه وسلم. طلع الخزينة ديالو اش كيلقى؟
كيلقى الشعير مدمن شعير. بدا سيدنا عمر كيبكي رضي الله عنه، كيقول لي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اش بكاك يا عمر؟ كيقول لي يا رسول الله كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم ينعمان في الحرير، ناعسين فوق الحرير، الملوك ديال الفرس وديال الروم ناعسين فوق الحرير، وانت لي رسول الله، انت لي خاتم الانبياء والمرسلين ناعس فوق حصيره. باش واجبوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا عمر أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، هذوك الناس الله تعالى عجل لهم الجنة ديالهم في الدنيا. ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ يا عمر واش ما يكفيكش أن الله تعالى أعطاهم هما في الدنيا وإحنا غادي يعطينا في الآخرة؟ الخيرات ديالنا إحنا وخر الله تعالى الآخرة وهما يتنعموا في الدنيا. ولهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الكافر ديال الجنة دياله. ولهذا اليهود والنصارى أعطاهم الله تعالى التقدم وأعطاهم العلم وأعطاهم الفيلات وأعطاهم المرسيدس وأعطاهم يعني الخيرات من كل جانب. علاش؟ لأن الجنة ديالهم ها هنا، يوم القيامة لهم العذاب. وإحنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم ضيق علينا الله تعالى في الدنيا. علاش؟ لأن عندنا الآخرة وهذا لا بد منه، الله تعالى ما يظلمش. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يجمع على العبد أمنين أو خوفين، من أمنه في دنياه أخافه يوم القيامة، ومن أخافه في دنياه أمنه من الفزع الأكبر يوم القيامة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما من إنسان الله تعالى ما يجمعش عليه الخوف 2 مرات، والله تعالى ما يجمعش عليه الأمان 2 مرات. اللي عاش في الدنيا واكل شارب ضاربه في 16 فلوس موجودة ناشط ماشي هو هنا، يعرف يوم القيامة الله تعالى غادي يخوفه من العذاب دياله. واللي عاش مسكين في الدنيا خايف من الحرام وخايف من عذاب الله تعالى وقابض الطريق ومبتعد من الشهوات وخايف، الله تعالى كيعطيه الأمان يوم القيامة. إذن المال زينة لمن اتقى الله تعالى، اللي كسبه من حلال. الإنسان اللي ما شغلش قلبه بالدنيا كلها، إنما يقوم بالأسباب. وقلنا الدنيا ما كتجيش بقوة تجري. ولهذا رحم الله من قال ليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عجل. دنياك ساعات صراع الزوال، وإنما العقبى خلود المآل، فهل تبيع الخلد يا عاقلا وتشتري دنيا المنى والضلال؟ نهاية الدنيا فناء، فعش فيها كريما واعتبرها عدم. المال زينة لمن؟ الإنسان اللي يشرى به الجنة دياله. شوف الله سبحانه وتعالى اش كيقول لنا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. شكون اللي خلقك؟ شكون؟ الله سبحانه وتعالى. أعطاك الروح فابور ما خلصتي والو، أعطاك الجسد فابور، أعطاك اليدين والرجلين والعينين والنيف، وأعطاك كل شيء مجانا. ملي بغيت تزاد خلصتي شي كيطون شي تيكيتا ما خلصتي والو، كل شيء مجان. الله تعالى تفضل عليك وقال لك بيع ليا. شكون اللي يبيع؟ شكون اللي بغى الجنة؟ الجنة ماشي فندق من وراء يدخل لها، لا. اللي بغى الجنة خاصو جوج. قال لك الله تعالى بيع ليا وحدة من جوج نعطيك الجنة، إما بيع ليا النفس ديالك في سبيل الله، وإما بيع ليا المال ديالك في سبيل الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، بيع نفسك، وأموالهم بيع مالك بأن لهم الجنة. الجزاء الجنة، خلاص الجنة إما تبيع مالك واشتري به الجنة، وإما النفس ديالك واشتري بها الجنة. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس الأخيار الأطهار هم اللي عرفوا هذه الحقيقة، وهم اللي استغلوا المال ديالهم في طاعة الله، وهم اللي اشتروا بالمال ديالهم الجنة. واسمع معي، هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان صاحب أموال، والنبي صلى الله عليه وسلم اللي هاجر إلى المدينة وبنى الجامع، كان في جنب الجامع واحد المسجد واحد البير. هذا البير يسمى بئر روما، والصحابة رضي الله عنهم خاصهم الماء باش يغتسلوا باش يتوضاوا، كتعرفوا الماء قليل هذاك الوقت. طيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مشى عند صاحب البئر قال لي غتبيعني هذا البئر، فلوس ما كاينيش، غادي نعطيك نهر في الجنة، نضمن لك نهرا في الجنة. صاحب البئر قال لي تنشاور شاور،
رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله بئر في الجنة أو نهر في الجنة هذا شيء عظيم، لكن ما نقدش يا رسول الله نعطيك هذا البئر. علاش؟ لأن هذا البئر منه كنعيش، اللي بغى الماء كيخلصوا، هو المصدر ديال العيش ديالي، ما نقدرش يا رسول الله. جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه سمع الخبر، قالوا لي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لفلان اعطيني بئر روما ويعطيك نار في الجنة، وما بغاش يعطيه ليه. هو يمشي مشى عند مول البئر، قال له ودي هذا البئر الا بغيتي تبيعيه شحال يجيب لك؟ قدر ليه. قال له ودي الا دخلته في السوق ما قصرش نبيعه ب1000 دينار. 1000 دينار. اش قال لي عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ قال لي غنعطيك 500,000 دينار، الا عطاك شي واحد 500,000 دينار تقبل؟ الله، ما كاينش اللي عطى لي ولا عطاوها لي نبيعو بعيني مغمضين. وجبت السره ديال المال، قال هذه في سبيل الله، لا اله الا الله. اشترى البئر 500,000 دينار ومشى كيجري عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ندخل البئر، انا احق بنهر في الجنه، هذاك النهر اللي كان غادي يديه هو انا اللي غادي نديه، انا سريت ذاك النهر في الجنه بفلوسي. ان الله اشترى من المؤمنين اموالهم انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، عنده المال اشترى به الجنه. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه كتجي القافله ديالو من الشام فيها 700 راحله، يعني 700 ناقه، هز العطور وهز التوب، هز كاع السلعه ديال الشام كلها، وداخل المدينه والمسلمون كانوا في الحرب وخاصهم السلعه وما يخرجوا السماصريات لقاو لي في الطريق، قالوا لي يا عثمان بيع لنا السلعه اللي طلبتي، كما كنقولوا حنا بالدارجه مارشي نوار، بيع. قالوا لي السلعه اللي كتسوى دينار نعطوك فيها جوج دنانير، قال لهم زيدوا، كاين اللي عطاني اكثر. قالوا لي السلعه البياسه اللي كتجيب دينار نعطوك فيها 3، قال لهم كاين اللي عطاني اكثر. اللي كتجيب دينار نعطوك فيها 4، قال لهم كاين اللي عطاني اكثر منكم. اللي كتجيب دينار نعطوك فيها 5 دنانير، قال لهم كاين اللي عطاني اكثر. قالوا لي شكون هذا؟ كاين احنا اللي كاين في هذه الصحراء، شكون هذا اللي يعطيك اكثر؟ قال لهم الله رب العالمين، من جاء بالحسنه فله 10 امثالها ويضاعف الله لمن يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال يضاعف الله الى 700 ضعف. الحاجه اللي كتجيب دينار الى كانت النيه ديالي مزيانه غادي يعطيني فيها الله تعالى 700 دينار، يعني الحاجه اللي كتجيب مليون غادي يعطيني الله فيها 700 مليون ديال الحسنات، ما تقدوش تعطيوها لي انتوما 700 الحسنه ب 700. ولهذا كيقول الله تعالى الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله. ما ذكر الله تعالى في سوره البقره قصه ابراهيم عليه الصلاة والسلام، قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، واحد الحبة زرعتها أنبتت 7 سنابل، حبة خرجت 7 سبولات، في كل سنبلة 100 حبة، يعني هي 700 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله تعالى يعطيك الزيادة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ناس باعوا أموالهم في سبيل الله. وباش كمل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه في غزوة تبوك، والنبي صلى الله عليه وسلم كيقول لهم يلا اللي عنده شي حاجة يتعاون معنا، احنا غادي نخرجوا لواحد المعركة غنمشيو فيها 15 يوم ونجيو 15 يوم بعيدة، اللي عنده شي حاجة يجود بها. جادوا الصحابة رضي الله عنهم جميعا، جاد عثمان بن عفان رضي الله عنه بما تيسر. عود النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم شكون اللي يزيد؟ زيدوا مازال خاص. ناض عثمان بن عفان رضي الله عنه فجاد ب1000 راحلة، 1000 ناقة، ما يقرب 1000 ناقة في سبيل الله بأحلاسها وأقتابها. اش دار النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقف وبس سيدنا عثمان رضي الله عنه في الجبهة دياله وقال لهم أيها الناس إن عثمان فليفعل ما يشاء فإن له الجنة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طبع عليه قال لهم عثمان بن عفان يدير ما بغى راه الله تعالى ضامن له الجنة. باش شراها بالأموال دياله. هذا هو المال الزينة في الحقيقة، المال اللي كيدير به الإنسان الخيرات، المال اللي كيخليه موراه كيترحم عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. اسمع، إلا متي البركة ديالك كتقطع، الحسنات ديالك كيتقطعوا إلا من 3: إما صدقة جارية، بنيتي شي جامع لوجه الله، بنيتي شي خيرية لوجه الله، درتي شي عمل لا وبقاو الناس يستافدوا منه، صدقة جارية. أو
أو علم ينتفع به، خليتي شي علم كيتصنتوا للناس وكيترحموا عليك، أو ولد صالح يدعو له. هذا هو المال والبنون زينة الحياة الدنيا. البنون امتى كيكونوا زينة؟ ولد صالح يدعو له. خليتي واحد التركة طيبة، الناس علمت ولادها وقراتها باش يخرجوا دكاترة ويخرجوا طباء ويشدوا المناصب، وانت وليداتك ربيتيهم على الحلال، ربيتيهم على القناعة، علمتيهم القرآن الكريم، كبرتي ولادك على طاعة الله، علمتيهم الصلاة، ما خرجتيش ولادك فليسية باغين غير الدنيا، وإنما علمتيهم دين الله تعالى، خرجتيهم كيعرفوا الله تعالى. ملي كتموت كيبقاو يترحموا عليك، يبقاو يدعيو عليك، يبقاو يتصدقوا عليك. اللي يسمع منهم شي كلمة ديال الخير، واللي يسمع منهم شي آية، واللي يسمع منهم شي علم، كيبقى يترحم عليك وانت في القبر ديالك. ولهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا ترفع درجته في الجنة فيقول يا رب أن لي هذا، فيقال له باستغفار ولدك لك. كاين الراجل اللي كيدخل الجنة وكيلقى المقام ديالو عالي بزاف، كيقول يا ربي أنا ما درتش هادشي كلشي، منين جاني هادشي؟ هاد المقام ديالي اللي عطيتيني عالي يا ربي، أنا ما درتش هاد الحسنات كلهم. كيقول لي الله تعالى: هاد الدرجة أعطيتها لك بالاستغفار ديال الأولاد ديالك، كانوا يستغفروا عليك ويترحموا عليك. شو الذرية الصالحة؟ فين ما يقعدوا في شي مجمع في المجامع الصالحة كيدعيوا معاك ويطلبوا الناس يدعيوا ويترحموا عليك وكيتصدقوا عليك، والله تعالى كيغفر الذنوب ديالك في القبر وكيرفع الدرجة ديالك في الجنة. هؤلاء هم الأبناء الصالحون اللي يرضى عليهم الله سبحانه وتعالى وبغاهم. طيب، إذن قلنا المال زينة والأولاد زينة للمؤمن، الأولاد اللي طعمتهم من حلال، والأولاد اللي علمتهم القرآن، والمال كيكون زينة إلى انفقته في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعيشون لا للأموال، وإنما يعيشون من أجل الإيمان، لأن المال ما هو إلا وسيلة. إحنا المال درنا غاية، إحنا عبدنا المادة، إحنا ولينا من عباد الدنيا. كان كذبوا على الله تعالى، ولو كان ادعوا الإيمان، ولو كان ادعوا الآخرة، ولكن إحنا كنا عايشين من أجل الدنيا، عبدناها من دون الله. ولهذا الإنسان كيصبح يدخل الجامع ويصلي صلاة الفرض، كيزيدو يكبر يقول الله أكبر، الله تعالى فرض علينا 17 ركعة في اليوم. الإنسان كيزيد يقول الله أكبر، اش كيقرأ؟ كيقرأ سورة الفاتحة ضرورية في كل صلاة. اش كيقول؟ الحمد لله رب العالمين. اش كتقول الملائكة؟ اسكت يا كذاب، كذبتي. قال الحمد لله رب العالمين، كيقول لي كذبتي، ما حمدتيش الله وشكرتيه، واخا قلتيها باللسان ديالك. علاش؟ هذا العام الله تعالى يسر عليك، ربحتي 20 مليون دخلتي هذا العام. اش دار؟ دخل 20 مليون، مشى جاب عبيدات رمى وجاب الشيخات وبغى تيغني كاع الليل. قال لك علاش داير الفيشطه؟ هذا العام دخل 20 مليون، هذا العام زاد الله تعالى في المال، في العود اللي غادي يحمد الله تعالى باش حمدوا بالشيخات وبالغنى وبالسكرة. علاش؟ لأن قال لك الخير وجود، الأموال وجدات، كيشكر الله تعالى. والشكر ما كيقبلوش الله تعالى إلا بثلاث شروط. كيقولوا سيدنا العلماء الشكر ما يكون الشكر إلا بثلاثة. ماشي الإنسان اللي كيقول حمد الله وشكرته باللسان ديالو، لا، الحمد والشكر بثلاثة: هو الاعتراف بالنعمة باطلا، والتحدث بها ظاهرا، وإسرافها فيما يرضي الله. ثلاثة شروط. هذا العام ربحتي 21 مليون، بغيتي تكون الحمد لله رب العالمين، تكون صادق فيها وتكون حامد الله وشاكره، خصك ثلاثة. أولا الاعتراف بالنعمة باطنا، اللي تسجد وتصلي تقول يا ربي لك الحمد، انت اللي رزقتني وانت اللي اعطيتني، يا ربي اعطيتني هذه النعمة، الله يجعلني نصرفها في طاعة الله، الله يجعل هذا 20 مليون اللي دخلت عليا هذا العام ما تكونش نقمة عليا، الله يجعلني نصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى بالسلامة والخير. طيب، والتحدث بها ظاهرا، وتحدث بها أمام الناس، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. كاين الإنسان اللي قد ما هو كيدخل الوسخ ديال الدنيا وقد ما هو ما كيتهلاش في راسه. كاين الإنسان اللي كيلقى في راسه مالو 100 مليون و200 مليون ولابس جلابة مشرقة، وكل موسخ ومقلق وما يسواش.
علاش؟ كيقول لك لا إلا لبست مزيان غادي يقولوا فلان جا واحد رزق جديد باش ما يعينونيش، ويكذب. الناس كيسيقوا لي الاخبار بانه ربح القد والقد، ملي يجيو يقولوا لي مدرا شحال دخلت هذا العام، يقول مودي ما كاين ربح، يقول مودي هذا العام راه ما كاين لا ربح لا والو، ما يعترفش. علاش؟ يقول لك يضربوني بالعين. سبحان الله، هذا كيتسمى كفر بنعمه الله تعالى. الله تعالى كيعطيه في النعم وهو كينكر على عباد الله، وإسرافها فيما يرضي الله. باش تكون شاكر الله تعالى على النعم خاص داك الشيء اللي يعطاك تصرف فيه في طاعة الله سبحانه وتعالى، باش تكون من الفائزين وتكون من الشاكرين لله سبحانه وتعالى. هذه هي نعم الله سبحانه وتعالى وعلينا شكرها.